صباح الخير. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الرواني أو كيكة البسبوسة. كيكة كده مسية بالشربات، طعمها جميل قوي، طرية جدا وهشة. هنعملها كمان بالدقيق الأبيض. زي ما احنا شايفين هي مليانة عسل، طعمها جميل جدا بنكهة جوز الهند، وكمان بنزينها بجوز الهند. النهاردة هعملها معاكم بطريقة حلوة جدا، مقاديرها مظبوطة قوي، من غير بيض كتير كمان، ومن غير دقيق سمولينا أو دقيق بسبوسة، وهتطلع معاكي طرية جدا زي ما احنا شايفين، وتشرب منك العسل، وكمان بمقادير مظبوطة 100%. مش هتحتاجي انك تحط لها زبادي او زيت. بجد جربي طريقتنا النهاردة، بجد هتستفادي منها كتير. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في لايك وسبسكرايب ودعوة حلوة منك. ولو انت اول مرة تشرفيني في القناة، ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس ليصلك كل وصفاتنا. تعالوا بقى نشوف مقادير الكيك بتاعتنا عبارة عن ايه. مقاديرها زي ما اتفقنا ان هي مقادير بسيطة جدا، موجودة في كل بيت، وكمان مش هتاخد معاكي اي وقت. طبعا انا معايا هستخدم في وصفتي النهاردة دقيق عادي زي ما اتفقنا، وهيكون معايا 3 بيضات بس. يعني هستخدم في وصفتي النهاردة 3 بيض بدرجة حرارة الغرفة. هجيب بقى بولة كده، وهحط ال3 بيضات، وهحط كمان معاهم كوباية إلا ربع من السكر. أنا مش هزود سكر كتير لأن طبعا زي ما اتفقنا هنسقيها بالعسل. يبقى هحط 3/4 كوباية من السكر، أو كوباية إلا ربع. هحط معاها رشة من الفانيليا. حابة تضيفي بشر برتقان أو بشر ليمون، برضو بيدي ريحة حلوة جدا للكيك، بس أنا اكتفيت برشة الفانيليا. هحط كمان كوبايتين دقيق أبيض منخولين. طبعا لما بندخل الدقيق بندخله هوا، وبيخلي نجاح الكيك بتاعنا مضمون. ده دقيق عادي زي ما اتفقنا، هنعملها النهاردة بدقيق أبيض جميع الاستخدامات. هحط كمان محسن جل، ده هحط منه حوالي نص معلقة كبيرة. طبعا وصفتنا النهاردة سهلة جدا زي ما اتفقنا. هحط بقى معاها حوالي معلقتين كبار كده من جوز الهند، ورشة من الملح. هقلب بقى المكونات بتاعتي. انا هستخدم المضرب الكهربي، وممكن تستخدمي الخلاط او المضرب اليدوي. هقلبهم بس كده الاول مع بعض، وبعد كده هضيف لهم حوالي نص كوباية من المية الاول، وهحطها بالتدريج، يعني برضو مش هحطها كلها. هحط نص كوباية الاول، وهبتدي اشغل المضرب بتاعي، وبعد كده هضيف بقية نص الكوباية الاولاني. هقعد اضرب فيهم بقى كده شوية حوالي 10 دقايق. طبعا الكيك بتاعنا ما فيهوش لا زبادي ولا فيه زيت، فالعوامل النجاح بتاعته ان انا افضل اضرب فيه كده حوالي 10 دقايق. طبعا انا ضفت حوالي نص كوباية مية تانية. انا هوريكي في اخر الفيديو او في نص الفيديو كده ان انا ضفت نص كوباية من المية. يبقى انا التوتال بتاعي كله كوباية من المية، يا دوبك ناقصة منها معلقة. وهفضل اضرب فيه لغاية ما يديني الشكل اللي احنا شايفينه، يديني اللون الابيض الجميل ده كده. خلاص هو ده المطلوب. هحط له بقى اخر حاجة خالص، اخر اضافة، وهي معلقة من البيكنج باودر. هي طبعا مش معلقة كاملة، معلقة الا ربع كده كبيرة. ودي اخر حاجة، اخر اضافة ضفتها للكيك بتاعي. هضربها بقى وكده خلاص. انا الكيك بتاعي بقى جاهز. انا عاوزة القوام بتاعه يكون مش تقيل وكمان مش خفيف، يعني يكون وسط. طبعا انا هنا بوريك ان انا استخدمت الكوباية، كوباية مية بنفس المقدار بتاع الدقيق. الكوباية اللي عايرت بيها الدقيق هي اللي عايرت بيها المية والسكر. هجيب بقى صينية بايركس ألمونيا زي ما انت عاوزة. هدهنها كده او امسحها بمسحة من الزيت او السمن او الزبدة زي ما تحبي. وهرشها رشة كده من الدقيق، وهبتدي احط الخليط بتاعي بقى في القالب بتاعي او الصينية.
زي ما إحنا شايفين القوام بتاعها وسط، يعني مش تقيل وكمان مش خفيف، واللون بتاعها لون أبيض كده وفاتح. هاسويها بالشكل ده وأكون مشغّلة الفرن على درجة حرارة 180. لازم أسخّن الفرن الأول، وهابتدي أخبطها كده خبطتين على الرخامة عشان لو فيها أي فقاعات تطلع وتتساوى معايا في نفس الوقت. هادخّلها بقى الفرن في الرف الأوسط لغاية ما تستوي معايا، واختبرها طبعًا إزاي، طبعًا بنختبرها بحرف الخلة كده من النُص، لو طلعت معاك نضيفة خلاص كده بتبقى الكيك بتاعي استوى. في الوقت ده على بال ما الكيك بتاعي يستوي هاعمل الشربات. هاستخدم الشربات بتاعي النهارده هاحط 3 كوبايات من السكر. طبعًا العسل بتاعي لازم يكون سخن. هاحط 3 كوبايات من السكر، عليهم 3 كوبايات من المَيّة، طبعًا مقدار السكر قد مقدار المَيّة. لو مش بتحبي العسل فيها كتير أوي تقدري تستخدمي كوبايتين ونُص من السكر على كوبايتين ونُص من المَيّة. هاحط كمان معاهم شريحة من الليمون باحطها بقشرها كده، وهابتدي أقلّب على البارد. هاقلّب السكر بتاعي قبل ما أحطه على النار. هاقلّبه بالشكل ده وأحطه على النار. أنا ليه ضِفت الليمونة بالقشرة بتاعتها عشان يخلّي العسل بتاعي ما يسكّرش. هاحطه بقى على النار لغاية ما يغلي لمدة 10 دقايق. وده الكيك بتاعي بعد ما استوى وخرج من الفرن وهو سخن كده. اختبرته إزاي؟ اختبرته بخلة من النُص زي ما إحنا شايفين، طلعت معايا نضيفة. خلاص كده أعرف إن الكيك بتاعي بقى مستوي وتمام. طبعًا وهي سخنة كده لازم أبتدي أخرّمها بشوكة بقى، بخلة. أنا عاوزاها تشرب العسل، فهابتدي أعمل فيها خروم كده من على الحراف من النُص من جميع الاتجاهات. والعسل بتاعي لازم يكون سخن، يعني الكيك خارج سخن من الفرن، وكمان العسل بتاعي يكون لسه طافي عليه النار يكون سخن. وهابتدي أسقي الكيك بتاعي. ما تخافيش أبدا ولا تقلقي، هتاخدي نتيجة رائعة. هابتدي أسقيها بالشكل ده. أنا عاوزة كل جزء منها يتشرب من العسل. أهم حاجة إن ما اسيبش جزء منها يكون غير إنه يكون متغطي أو شرب من العسل. طبعًا إن الجزء ده هو اللي لو سِبتِ جزء منها هتلاحظي إن هو هيكون ناشف ومش شارب من العسل بتاعنا. طبعًا أنا كل ما هاسقيها هاسيبها شوية لغاية ما تشرب الكمية اللي أنا سقيتها بيها، وهابتدي أحط كمية تانية. يعني هي كده شربت الجزء اللي أنا حطيته، هاضيف لها جزء تاني. هاكرر الحكاية دي لغاية ما تشرب كل الكمية اللي معايا. طول ما هي قابلة إن هي تشرب منِّك عسل هتبقى طعمها رائع جدًا. كيكة الرواني من الكيكات المميزة جدًا، بتبقى خفيفة وهشة وطرية في نفس الوقت. فعلًا من الكيكات الجميلة جدًا، ما بتاخدش معاكِ على فكرة أي وقت خالص، وكمان بيبقى طعمها لذيذ جدًا. طبعًا وما خدتش معانا بيض كتير، يا دوبك هُم 3 بيضات بس. ومكوناتها زي ما اتفقنا إن هي مكوناتها بسيطة، 3 بيضات وكوبايتين من الدقيق مع كوباية إلا ربع من السكر. عملت لِك أحسن وأحلى طعم للكيك أو لكيكة الرواني تقدري تعمليها. زي ما إحنا شايفين ملاحظين إن هي شربت العسل. بُصّوا أنا باحرّكها كده عشان أوريكِ إن هي شربت العسل كلّه. أنا خلّصت الكمية بتاعتي كلّها وسِبتها لغاية ما بردت، وابتديت بقى قطّعتها. عايزة أقول لِك إن هي طرية جدًا، جدًا، بجد من الكيكات الجميلة جدًا اللي أنتِ تقدري تعمليها في البيت. هتزينيها بقى كده بشوية من جوز الهند وده اختياري، بس بيدّي لها طعم وريحة حلوة جدًا. بُصّوا شكلها رائع. تقدري كمان تحطيها في التلاجة، ولو باتت كمان لتاني يوم بيبقى طعمها رائع، رائع. بجد وصفة سهلة بسيطة، كمان مكوناتها على قد الإيد وموجودة في كل بيت. ما كلفتكيش كتير وخدتِ طعم تحفة جدًا، من غير بقى دقيق سيمولينا، من غير ما تجيبي دقيق سبونج أو إنِك تحطي لها زبادي عشان تبقى طرية. هي فعلًا هتبقى طرية جدًا وهشة.
بجد جربي وصفتي النهاردة وقولي لي رأيك فيها ايه. ده بعد ما قعدت شوية، انا حتى ما صبرتش عليها، دخلها التلاجة، حبيت اوريها لكم كده. الاولاد بيحبوا ياكلوها وهي لسه ما يعني لسه طالعة من الفرن، بسيبها شوية تهدى لانها بتبقى سخنة. ما بيستنوش بقى ان ادخلها التلاجة لتاني يوم ولا كده، لأن من طعمها الجميل بجد بيحبوا ياكلوها بسرعة. بصوا بقى الحراف دي بتبقى شاربة عسل وطعمها لذيذ لذيذ. تعالوا بقى نجرب نقطع منها كده. بصوا، بمجرد ما بتحطي فيها كده المعلقة بتتقطع معاكي بكل سهولة، هي دايبة وشاربة عسل وطرية، يعني وصفة فعلا رائعة. تقدري بقى تزينيها، عايزة تحطي لها من فوق طبقة من الكريمة، تكتفي بيها كده. بصوا حتى القاع بتاع الكيك بتاعي لونه أحمر وجميل جدا. ما حطيتلهاش بقى لا بيض كتير ولا لبن ولا زبادي. مكوناتها زي ما اتفقنا بسيطة، عملناها بأبسط الطرق وأنجح كمان الطرق. دي كانت وصفتي النهاردة من قناة وصفة وفكرة جديدة. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في لايك وسبسكرايب ودعوة حلوة منكم. ولو ليكوا أي اقتراحات ياريت تكتبولي تحت في الكومنتات. دي كانت وصفتنا النهاردة من قناة وصفة وفكرة جديدة. يا رب فيديو النهاردة يكون نال إعجابكم، وفكرة الفيديو تكون حلوة واستفدتوا منها ولو بحاجة بسيطة. أشوفكم فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.